في الفيديو اللي فات شرحت لك ازاي تقدر تولد عدد كبير من الفيديوهات الشورتس او الفيديوهات القصيره بالذكاء الاصطناعي دفعه واحده بشكل تلقائي وانت حاطط رجل على رجل من غير ما تعمل اي حاجه. الحمد لله في ناس كتيره جدا عجبهم الفيديو ده، ولكن وانا بقرا التعليقات لقيت ان في مشكله بتواجه ناس كتيره جدا، وهي ثبات الشخصيات اللي موجوده في الفيديوهات. بالفعل الطريقه اللي انا شرحتها في الفيديو دي ما كانتش بتقدر انها تحافظ على ثبات الشخصيات، وبالفعل المشكله دي رخمه. في الفيديو ده مش هعلمك ازاي بس تثبت الشخصيات في الفيديوهات، لا انا كمان هوريك ازاي تقدر تعمل عدد كبير جدا من الفيديوهات الطويله اللي مدتها تصل من 5 الى 10 دقايق و20 دقيقه و30 دقيقه كمان، وطبعا هتكون بشخصيات ثابته. وهوريك في الفيديو ده ازاي تقدر تعمل عدد الفيديوهات اللي انت عايزها حرفيا بشكل تلقائي من غير ما تعمل اي حاجه الا بس يا دوبك كام خطوه بسيطه. وبدل ما كنت بتنزل فيديو واحد بالعافيه هوريك ازاي تقدر تنزل بالخمسه والعشر فيديوهات في اليوم بشكل سهل جدا وبسيط. وطبعا كل الكلام ده هيكون بشكل مجاني بالكامل، يعني حرفيا مش هتدفع ولا جنيه واحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت بس يا شباب قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب بتوعكم، وانكم تفعلوا زر الاشعارات لو تكرمتم علشان يوصل لكم كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير كلام كتير. في البدايه كده يا شباب هنروح نفتح الشات جي بي تي عادي جدا، وبعد كده هنروح على شمالنا هنا عند القسم اللي مكتوب عليه جي بي تي اس، وهننزل تحت على حاجه اسمها اكسبلور جي بي تي اس وهنضغط عليها. وبعد كده هنروح هنا عند السيرش بتاع الجي بي تي اس وهنبحث عن اسم الاداه دي في السيرش هنا اللي اسمها فري اي اي ستوري جنريتور، اللي هي الاداه ديت، وهنضغط عليها بالمنظر ده. وهتنزل تحت هنا وتضغط على ستارت شات، وهتلاقي ان الاداه فتحت معاك بالمنظر ده. لو انت بتسال الاداه دي بتعمل ايه، زي ما شرحت في الفيديو اللي فات، الاداه ديت بتقدر عن طريقها تولد قصص باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. يعني بتكتب لك سكريبت وبتكتب لك برومتات بشكل احترافي، وبتعمل لك تعليق صوتي وكل حاجه، بتعمل لك كل حاجه انت عايزها في القصه بتاعتك من خلال بس فكره بسيطه جدا تكتبها عن القصه اللي انت بتتخيلها. انا مثلا يا شباب عايزه يعمل لي قصه كرتونيه باسلوب بيكسر عن الخضروات باللغه العربيه، عشان كده يا شباب كتبت له الجمله دي: قم بكتابه قصه طويله باللغه العربيه. طبعا تقدر انت تختار اي لغه تانية غير اللغه العربيه، تقدر تعملها انجليزيه او فرنسيه او اي لغه تانية انت عايزها، لو يعني المحتوى بتاعك موجه للاجانب باسلوب بيكسر ثلاثي الابعاد عن الخضروات. طبعا انت تقدر تختار الاسلوب اللي انت عايزه، مش شرط يعني انك تختار باسلوب بيكسر ثلاثي الابعاد، ايا كان بقى واقعي كرتوني او انمي، اختار يعني الاسلوب اللي انت عايزه. وكتبت له في الاخر عايز ال20 مشهد دول مع اضافه برومت تفصيلي للشخصيات الابطال القصه. والخطوه دي مهمه جدا عشان الخطوه دي هتساعدنا ان احنا نقدر نثبت الشخصيات بتاعتنا في الفيديوهات، وهنفهم الكلام ده اكتر قدام. وطبعا انت تقدر تختار عدد المشاهد اللي انت عايزها في الفيديو، تقدر تعمل 10 مشاهد 20 مشهد 30 50 مشهد براحتك زي ما انت عايز. وبعد كده هنضغط هنا على ارسال، وبالفعل كده زي ما انتم شايفين بدأ فعلا يعمل لي قصه مكونه من 20 مشهد زي ما انا طلبت منه بالظبط، وعمل لي قصه جميله جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده. ولو احنا كده نزلنا تحت بعد المشهد ال20 هتلاقي بالفعل برضو عمل لي برومت تفصيلي للشخصيات الابطال اللي هيكونوا موجودين في القصه، وعمل لي 3 شخصيات ابطال بالمنظر اللي انت شايفه ده. ال3 شخصيات دول هم اللي هيكونوا الابطال بتوع القصه، علشان كده احنا لازم نثبت ال3 اشخاص دول او ال3 شخصيات دول. وعلشان نقدر نثبتهم وشكلهم ما يتغيرش في الفيديو بتاعنا في خطوه مهمه جدا لازم نعملها، وتعالى اوريك تعمل ايه. الخطوه دي ببساطه هنروح نفتح موقع ويسك، وموقع ويسك يا شباب ده موقع مجاني وتقدر عن طريقه تصنع الصور اللي انت عايزها حرفيا بلا حدود، وزي ما قلنا بشكل مجاني بالكامل. واكيد طبعا هتلاقيني سايب لك جميع الروابط بتاعت كل المواقع اللي انا هتكلم عليها تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت. بعد ما تسجل بحسابك على موقع ويسك، لو انت يعني مش مسجل هتضغط هنا على انتر تول، والصفحه دي هتفتح معاك بالمنظر ده زي ما انت شايف كده. تحت بيقول لي describe your idea، يعني بيقول لك اصف الفكره بتاعتك او الصوره اللي انت عايزها. عشان كده هنرجع تاني على الشات جي بي تي او على الاداه ديت، وهنحدد على اول برومت بالمنظر ده او اول برومت لاول شخصيه، وهناخده كوبي بالمنظر ده. وهترجع تاني على ويسك وهتعمل هنا بيست او لصق للوصف بتاع اول شخصيه، وبعد كده هتنزل تحت هنا عند الاسبكت ريشيو او مقاس الصوره اللي احنا عايزينها. وزي ما انت شايف هتلاقي عندنا فيه 3 مقاسات مختلفه، وبما اننا عايزين نعمل فيديوهات طويله فهنضغط هنا على 16:9 علشان ده المقاس بتاع الفيديوهات الطويله او الفيديوهات اللي بتكون بالعرض. وبعد كده هتضغط هنا على ارسال، وزي ما انت شايف بدأ دلوقتي انه ينشئ لك صورتين لاول شخصيه، وبالفعل كده في خلال ثواني زي ما انتم شايفين كده انشأ لي الصورتين دول. وزي ما انت شايف كده الصور شكلها تحفه جدا وبالفعل باسلوب بيكسر. هتختار من هنا اي صوره تعجبك لاول شخصيه،
انا مثلا عجبتني الصوره دي، علشان كده هضغط هنا على داونلود علشان احملها، وبعد كده هرجع تاني على الشات جي بي تي او على الاداه، وهاخد تاني برومت بتاع تاني شخصيه اللي هي المفروض تكون لجزره، وهرجع تاني على ويسك وهحذف البرومت القديم ده واستبدله بالبرومت الجديد، وبعد كده هنضغط هنا على ارسال علشان يبدا في توليد الشخصيه التانيه بتاعتنا. وبالفعل في خلال ثواني انشأ لي الصورتين دول اللي هم بتوع تاني شخصيه، وزي ما انت شايف الصور شكلها جميله جدا وبدقه رهيبه. هتختار برضو من هنا الصوره اللي عجباك، انا مثلا هختار الصوره دي وهنضغط هنا على داونلود علشان نحمل الصوره. انا كده بقى معايا الصور لاول شخصيتين، وهنعمل نفس الكلام مع الشخصيه الثالثه، وده هيكون شكل الشخصيه الثالثه اللي المفروض برضو نحافظ عليها في الفيلم بتاعنا. لو النتيجه ما كانتش عاجباك وعايز تطلع نتيجه تانية غير الصورتين دول، هتضغط هنا على ارسال تاني وهيبدا دلوقتي يولد لك صورتين تانيين، وده شكل النتيجه التانية اللي طلعت معايا. الصراحه الصوره دي اكتر صوره عجبتني، علشان كده هعمل لها داونلود من هنا. انا كده بقى معايا الصور لثلاث اشخاص الابطال بتوع القصه بتاعتنا، علشان بقدر اثبت الثلاث اشخاص دول واحافظ على اشكالهم في الفيديو بتاعنا. في خطوه مهمه جدا لازم نعملها، وتعالى اوريها لك. هنرجع تاني على موقع ويسك وهننزل تحت عند اد ايمجز او اضافه الصور، وهتروح هنا عند السبجكت وهتنزل تحت هنا وهتضغط هنا على ابلود ايمج، وبعد كده هتحدد على الثلاث شخصيات الابطال اللي احنا عايزين نحافظ على اشكال بتاعتهم في القصه بتاعتنا بالمنظر ده، وبعد كده هنضغط هنا على اوبن. وزي ما انت شايف كده هتلاقي ان الشخصيات بتترفع دلوقتي على الموقع، واول ما الشخصيات تترفع بالمنظر ده اتاكد ان معمول عليهم علامه الصح بالمنظر ده. دلوقتي لو احنا جربنا نعمل اي مشهد عن طريق ويسك او اي صوره، هتلاقي ان الثلاث شخصيات اللي انا حددت عليهم دول هيظهروا في المشهد اللي انا عملته. فاحنا دلوقتي خلاص بقينا جاهزين علشان نصنع المشاهد اللي هيكونوا موجودين فيها الشخصيات دول. هترجع تاني على الشات جي بي تي وهننزل تحت هنا وهتكتب الجمله اللي انا كاتبها دي. زي ما انتم شايفين انا كاتب له اكتب لي برومتات باللغه الانجليزيه سطر بسطر، علشان اقدر اعمل فيديوهات باسلوب بيكسر ثلاثي الابعاد للقصه دي. وطبعا هتلاقيني سايب لك جميع الجمل اللي انا هكتبها هنا تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، علشان اسهل عليك الدنيا وتقدر تاخدها كوبي على طول. وبعد كده هنضغط هنا على ارسال. دلوقتي المفروض بقى يا شباب انه يحول القصه اللي احنا عملناها في الاول دي او المشاهد دي الى برومتات، بحيث اقدر اخد البرومتات دي واحولها الى صور، وبعد كده اخد الصور دي واحولها الى فيديوهات. بالفعل حول لي جميع المشاهد بتاعت القصه الى برومتات بالمنظر ده. ولكن في خطوه مهمه جدا لازم نعملها، هننزل تحت هنا وهنكتب له الجمله دي اللي هي استخرج البرومتات في ملف TXT، وكتبت له ان انا عايز البرومتات فقط وعايزها بنفس الترتيب علشان المشاهد بتاعتي ما تتلخبطش. وبعد كده نضغط هنا على الارسال، وبالفعل كتب لي البرومتات او الاوامر بتاعه المشاهد بالمنظر اللي انت شايفه ده. ودلوقتي اقدر اخد ال 20 برومت دولت واحولهم الى صور. انا عارف انك انت ممكن تسالني وتقول لي يا سونيك، هل يا سونيك في طريقه اقدر من خلالها ان انا احول جميع البرومتات دي الى صور مره واحده، بدل بقى محتاج ان انا احول صوره صوره؟ وزي ما انت شايف دوت 20 مشهد، تخيل بقى لو انت عامل 30 ولا 50 مشهد هتقعد فيهم قد ايه؟ وايوه يا شباب بالفعل في طريقه تقدر من خلالها تحول جميع البرومتات دي الى صور مره واحده، بدل بقى ما تاخد برومت وتحوله الى صوره. وتعالى اوريك تعمل ايه. هتفتح متصفح كروم وهتفتح عليه جوجل، ولازم تفتح متصفح كروم علشان الطريقه دي تنفع على متصفح كروم فقط. وهتكتب الكلمه دي اوتو ويسك اكستنشن وهتضغط عندك على انتر، وهتدخل على اول رابط هتلاقيه في وشك اللي هو الرابط ده، وهتلاقي ان الصفحه دي فتحت معاك. هتروح هنا وتضغط على اد تو كروم علشان تضيفه على المتصفح بتاع كروم، وبعد كده تضغط هنا على اد اكستنشن وهتلاقي ان اكستنشن او الاضافه اتضافت معاك فوق بالمنظر ده. ولو انت عايزها تكون موجوده بره هنا هتضغط هنا على اكستنشنز، وبعد كده هتروح هنا عند الاضافه وهتضغط على الدبوس ده، وزي ما انت شايف هتلاقي انها اتضافت عندك بره بالمنظر ده علشان يبقى سهل انك تستخدمها. بس خلي بالك لو انت معاك موبايل مش هتقدر تضيف الاضافه دي عندك على كروم لانها معموله للديسكتوب، يعني لازم يكون معاك كمبيوتر او يكون معاك لاب. بعد عشان ما نحمل اضافه عندنا على كروم هنرجع تاني على موقع ويسك على نفس الصفحه اللي احنا كنا عليها من شويه، اللي احنا كنا اضفنا عليها الثلاث شخصيات بتوعنا. وبعد كده هنطلع فوق هنا عند الاداه اللي اسمها اوتو ويسك وهنضغط عليها، وهتروح هنا عند اللغه وهتغيرها الى اللغه الانجليزيه، وبعد كده هتختار الفيرجن ده او الاصدار ده اللي مكتوب عليه 7.5.1 وهتضغط عليه، وهتلاقي ان الاكستنشن او الاضافه فتحت معاك بالمنظر ده. دلوقتي كل اللي احنا هنعمله هنرجع تاني على الشات جي بي تي وهننزل تحت خالص عند البرومت اللي عمله لنا ده اللي هو عمله لنا على هيئه ملف TXT، وهنحدد عليه كله بالمنظر اللي انت شايفه ده.
وبعد كده يا شباب هناخده كوبي او نسخ، وهنرجع تاني على موقع ويسك، وهتروح هنا بعدين عند البرومت ليست، وهتعمل هنا بيست او لصق للبرومتات بتاعتك، وبعد كده هتطلع فوق هنا عند السيتنجز وتضغط عليها، وبعد كده هتنزل تحت هنا عند اوتو داونلود ايمجز، وتاكد انك انت مفعل الخيار ده وانه معمول عليه علامه صح بالشكل ده. ولو انت بتعرفش الخيار ده بيعمل ايه، الخيار ده بيحمل لك الصور بتاعتك بشكل تلقائي من غير يعني ما تحتاج تعمل داونلود. ومن عند الداونلود فولدر هتكتب هنا اسم الفولدر او الملف اللي انت عايز تحفظ فيه الصور بتاعتك. انا مثلا اسمي الفولدر اللي انا عايز احفظ فيه الصور بتاعتي هسميها مثلا كرتون، وبعد كده تطلع فوق هنا وتضغط على كنترول، وبعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على ستارت او بدء، وبعد كده تضغط هنا بالمنظر ده، وزي ما انت شايف كده بدأ على طول انه ينشئ الصور بشكل تلقائي بالمنظر اللي انت شايفه ده. وزي ما انت شايف بيكتب لي البرومت، وبعد كده بيضغط على توليد بشكل تلقائي من غير ما اعمل اي حاجه بالمنظر اللي انت شايفه ده. ومش بس كده، بل كمان بيعمل لي داونلود للصور اللي هو بيولدها. زي ما انت شايف كده الماوس ثابت تماما ومش بحرك اي حاجه. لو انت بقى خدت بالك كده هتلاقي ان الثلاث شخصيات او الثلاث شخصيات بتوعنا اللي احنا رفعناهم على موقع ويسك هتلاقي بالفعل هو محافظ عليهم في المشاهد بالمنظر اللي انت شايفه ده، بنفس اشكالهم بنفس كل حاجه. وبكده احنا هنقدر نحافظ على الشخصيات بتاعتنا في المشاهد بالطريقه دي. زي ما انت شايف كده في جميع المشاهد الشخصيات ثابته. الصراحه يا شباب الاداه دي عبقريه جدا. وهو دلوقتي كده يا شباب زي ما انتم شايفين انشأ لي 18 مشهد من اصل 20 مشهد، وخلاص هو قرب يخلص. والاضافه دي يا شباب فعلا بتوفر وقت ومجهود كبير جدا. وزي ما انت شايف بعد ما خلص لي جميع المشاهد بتاعتي وحولها لي لصور، زي ما انت شايف كده كتب لي all done. ولو انت دخلت عندك على ملف الداونلود زي ما انت شايف هتلاقي جوه الملف الداونلود او ملف التنزيلات في ملف تاني اسمه كرتون على اسم الملف اللي انا طلبت منه انه يحمل عليها الصور بتاعتي. لو انتوا كده يا شباب اخدتوا بالكم هتلاقي ان هو عمل لي 40 صوره، مع ان انا كنت طالب منه ان هو يعمل لي 20 صوره فقط. طب ال 20 الصوره التانيه جم من فين؟ لو تفتكروا من شويه لما كنا بنستخدم موقع ويسك كان بيحول لنا من كل برومت واحد صورتين، بحيث اقدر اختار من الصورتين دول اكتر صوره عجباني وبعد كده احملها. الاضافه دي ما تقدرش بقى انها تختار لك افضل صوره، فهي بتحمل لك جميع الصور. عشان كده عايزك تختار من جميع الصور دي الصور اللي انت عايزها فقط. وبعد عشان ما تختاروا الصور اللي انتوا عايزينها في خطوه مهمه جدا لازم تعملها، وهي مهم جدا انك ترتب او ترقم الصور بتاعتك بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما انت شايف كده انا برتب كل الصور بالارقام بالمنظر ده. ويلا بينا يا شباب نروح على الخطوه اللي بعديها، واللي هي تحويل جميع الصور دي الى فيديوهات. في العاده يا شباب علشان نقدر نحول الصور دي الى فيديوهات طبيعي جدا هنفتح اي موقع لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، زي مثلا موقع جروك اللي بيحول الصور الى فيديوهات او بيحول النص الى فيديو، او مثلا تفتح موقع كلينج اي اي اللي تقدر برضو عن طريقه تحول الصور الى فيديوهات او تحول النص الى فيديو وكذا حاجه كمان. بس يا شباب بقى المشكله لو احنا اخدنا صوره رفعناها على الموقع الموضوع ده هياخد مننا فتره كبيره جدا. تخيل مثلا لو انت عندك 30 ولا 50 ولا 100 صوره، الموضوع حرفيا هياخد منك وقت كبير جدا. ده غير كمان انك كل صوره هتحتاج تكتب عليها برومت علشان تحولها لفيديو، فالموضوع هياخد مننا وقت ومجهود كبير جدا. وبما ان يا شباب النهارده مدلعكم على الاخر ومش مخليكم تعملوا حاجه تقريبا الا بس كام خطوه بسيطه، تعال اوريك طريقه تقدر من خلالها تحول جميع الصور بتاعتك كلها مره واحده الى فيديوهات بشكل تلقائي من غير ما تعمل اي حاجه. هتروح تفتح جوجل كروم تاني وهتكتب في السيرش بتاع جوجل الكلمه دي اللي هي اوتوميتا اكستنشن. طبعا اللي تابع معايا الفيديو اللي فات هيكون فاهم انا هعمل ايه. وبعد كده تضغط عندك على انتر وهتضغط هنا على اول رابط. اللي احنا هنعمله دلوقتي يا شباب ان احنا نحمل اضافه تانية شبيهه بالاضافه اللي احنا حملناها من شويه، ولكن الاضافه دي اسمها اوتوميتا، والاضافه دي مخصصه لصناعه فيديوهات من خلال موقع ميتا دوت اي اي، الموقع طبعا المجاني المعروف. وطبعا اللي شاف الفيديو اللي فات هيكون فاهم انا بتكلم عن ايه. ودلوقتي اللي احنا هنعمله هنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه. هنضغط هنا على اد تو كروم عشان نضيف الاضافه عندنا على كروم، ونضغط بعدين هنا على اد اكستنشن. واول ما الاضافه تتضاف معاك بالمنظر ده هتضغط عليها، وبعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على جو تو ميتا اي اي بالمنظر ده، وهتلاقي ان هو دخلك بشكل مباشر على موقع ميتا بالمنظر ده. مالكش دعوه بالفيديوهات دي، كنت بجرب عليها يعني الموقع. عندنا هنا بقى الشباب في الاضافه دي حاجتين مهمين. اول حاجه هي الايمج ليست، واللي بتقدر عن طريقها ترفع مجموعه من الصور بحيث تقدر تحولها كلها دفعه واحده الى فيديوهات. اما تاني حاجه وهي البرومت ليست، واللي بتقدر عن طريقها ترفع عدد كبير من البرومتات وتحولها لك برضو كلها
مره واحده الى فيديوهات. الاضافه دي شبيهه جدا او هي تقريبا نفس الاضافه، حتى نفس الشخص اللي صمم الاضافه هو، ولكن الاضافه دي مخصصه لموقع ميتا. كل دلوقتي اللي احنا هنعمله هنضغط هنا على سيلكت مالتيبلاي ايمجز وهنضغط عليها، وبعد كده هتحدد على جميع الصور اللي احنا عايزين نحولهم الى فيديوهات بالشكل ده. ومهم جدا زي ما قلنا من شويه لازم ترقم الصور بتاعتك بالمنظر اللي انت شايفه ده، وهتضغط هنا على اوبن، وبالفعل في خلال ثواني الصور هتترفع على الاضافه بالمنظر ده. وزي ما انت شايف هو حدد على 20 صوره، ودولت هم عدد الصور اللي احنا عايزين نحولهم الى فيديوهات. وبعد كده يا شباب هننزل تحت هنا عند البرومت ليست او الوصف اللي احنا عايزينه للفيديوهات بتاعتنا، وعلشان نقدر نملأ البرومت ليست او الوصف اللي احنا عايزينه للفيديوهات بتاعتنا هنرجع تاني على الشات جي بي تي او على الاداه اللي احنا استخدمناها في البدايه اللي هي اسمها فري اي اي ستوري جنريتور، وهننزل تحت عند البرومت ده اللي هو عمله لنا في الاخر، وهنحدد عليه كله بالمنظر اللي انت شايفه ده، وهناخده كوبي. وعلشان ما تتلخبطش ده البرومت اللي احنا صنعنا منه الصور اللي احنا عملناها من شويه من خلال موقع ويسك، فاوعى تتلخبط يعني. وهنرجع تاني على موقع ميتا وهنعمل هنا بيست او لصق لجميع البرومتات بتاعتنا بالمنظر ده. ومتقلقش هو عارف اني برومت بتاع اني صوره، فمش هيتلخبط ما تقلقش يعني. وبعد كده نضغط هنا على سيتنجز او الاعدادات، وتاكد برضو انك انت مفعل الخيار ده. هنرجع تاني هنا على كنترول، وبعد كده تضغط هنا على ستارت علشان يبدا في تحويل جميع الصور اللي احنا رفعناها الى فيديوهات. هنضغط عليها بالمنظر ده، وزي ما انت شايف عمال دلوقتي يضيف لي الصوره وتحتيها البرومت بتاعها بالمنظر ده. زي ما انت شايف كده انا مش لامس الماوس يعني، هو بيعمل كل حاجه بنفسه. ودلوقتي اول فيديو بيتحمل فوق بالمنظر ده، زي ما انت شايف بيضيف الصوره وبيضيف تحتيها البرومت وهو بيتعامل مع نفسه بقى بدون اي تدخل مني تماما. وزي ما انت شايف برضو كده بيحمل برضو الفيديو بشكل تلقائي. حرفيا يا شباب الاضافتين دول رهيبين جدا، هيوفروا عليك وقت ومجهود كبير جدا انت مش متخيله. تخيل بقى كميه الفيديوهات اللي انت ممكن تعملها في اليوم باستخدام الاضافتين دول. وبالفعل يا شباب في خلال دقيقتين 3 تقريبا بالكتير قوي حول لي فعلا جميع الصور بتاعتي الى فيديوهات بالمنظر الرهيب اللي انت شايفه ده. الصراحه يا شباب الفيديوهات كلها تحفه جدا وكلهم احلى من بعض. وطبعا انت مش محتاج تنزل الفيديوهات دي علشان بالفعل الاضافه نزلت لك اصلا كل الفيديوهات دي عندك على الجهاز بشكل تلقائي. بعد ما احنا حولنا جميع الصور بتاعتنا الى فيديوهات هنروح دلوقتي على المرحله اللي بعديها، واللي هي عمل تعليق صوتي باللغه العربيه للقصه بتاعتنا بشكل طبعا مجاني. وتعالى اوريك ازاي نقدر نعمل كده. هرجع تاني على الاداه اللي احنا بنستخدمها من خلال شات جي بي تي، وهتنزل تحت هنا وتكتب الجمله دي: قم بعمل تعليق صوتي وقسم التعليق على حسب المشاهد. وبعد كده هتضغط هنا على ارسال، وبالفعل كده زي ما انت شايف قسم لك التعليق الصوتي على حسب المشاهد بالمنظر ده. وبكده انا هبقى عارف التعليق الصوتي ده بتاع اني جزئيه او بتاع اني مشهد. وبعد كده اخر حاجه هتعملها هتكتب الجمله البسيطه دي: استخرج التعليق الصوتي في ملف TXT التعليقات الصوتيه فقط وبنفس الترتيب، علشان يا شباب الطريقه دي هتسهل علينا تحويل التعليق الصوتي الى صوت. وهنضغط هنا على ارسال وهيكتب لك التعليق الصوتي بتاعك بالمنظر اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك دلوقتي انك تحدد على التعليق الصوتي بتاعك بالمنظر ده، وبعد كده هتاخده كوبي علشان دلوقتي احنا هنتنقل على المرحله اللي بعديها واللي هي تحويل التعليق الصوتي ده الى صوت. الموقع اللي احنا نستخدمه اللي عمل التعليق الصوتي هو موقع جوجل اي اي ستوديو. هننزل تحت ونضغط هنا، وبعد كده تروح هنا عند المود وتضغط هنا على سنجل سبيكر اوديو، وهتروح هنا عند التكست وهتعمل لصق او بيست للتعليق الصوتي بتاعك بالمنظر ده. وبعد كده من هنا عند الفويس هتختار الصوت اللي انت عايزه للتعليق الصوتي، وهتلاقي طبعا عندك فيه اصوات كتيره جدا للرجاله وبنات. اختار بقى الصوت اللي انت عايزه من هنا. انا مثلا هختار الصوت ده، وبعد ما تختاره هتضغط تحت هنا على رن، وهيبدا دلوقتي يحول لك النص ده او التعليق الصوتي ده الى صوت في خلال ثواني. في مكان بعيد حيث تلمع الشمس على أوراق خضراء وتتنفس الأرض حياة في كل زاوية، كانت هناك مدينة لا تشبه أي مدينة أخرى. زي ما انت سمعت كده التعليق الصوتي طالع ممتاز جدا، وكأن فعلا واحدة بتحكي قصة. لو التعليق الصوتي عجبك هتنزل تحت هنا على 3 نقاط وتضغط عليها، وبعد كده تضغط هنا على داونلود. احنا خلاص دلوقتي بقى عندنا كل حاجة جاهزة، عملنا جميع المشاهد بتاعتنا بل وكمان عملنا التعليق الصوتي بتاعنا، فاضل بس فقط مرحلة المونتاج علشان نقدر نجمع كل الفيديوهات دي ونحطها كلها في فيديو واحد طبعا مع التعليق الصوتي. وعلشان نقدر نعمل مونتاج عندنا فيه طريقتين: طريقة سهلة جدا ومناسبة جدا للناس اللي مش بيحبوا يعملوا مونتاج ولكن بتطلع نتيجة متوسطة نوعا ما، والطريقة التانية هي برضو سهلة ولكن بتاخد فترة أطول شوية ولكن بتطلع نتيجة ممتازة جدا واحترافية. أول طريقة اللي هي سهلة دي اللي هي مش محتاج تعمل فيها مونتاج، أنا شرحتها في الفيديو اللي فات في الدقيقة اللي ظاهرة قدامك على الشاشة، وبفضل إن أنا ما اشرحهاش تاني
علشان بس زي ما انت شايف فيديو طويل مش عايزين نطول الفيديو اكتر من كده. فلو انت عايز تعرف الطريقه دي بتتعمل ازاي، روح للفيديو ده للدقيقه اللي ظاهره قدامك على الشاشه، وبعد كده تعالى على هنا. اما تاني طريقه فهي دي اللي هنشرحها النهارده. علشان نقدر نعمل مونتاج للفيديو بتاعنا، هتفتح عندك اي برنامج للمونتاج انت بتستخدمه. انا عن نفسي بستخدم برنامج كاب كات. اول حاجه هنعملها هنسحب التعليق الصوتي وننزل بيه تحت هنا في التايم لاين بالمنظر ده، وبعد كده هننزل وراه باول مشهد بالشكل ده، وبعد كده تنزل وراه بالمشهد التاني والتالت وهكذا لحد ما تخلص كل المشاهد بتاعتك وترتبها. وبعد ما ترتب المشاهد بتاعتك بالمنظر اللي انت شايفه ده، انتوا بس يا شباب اهم حاجه حاولوا فقط توافقوا ما بين التعليق الصوتي والمشهد. يعني حاول تخلي المشهد يكون ماشي مع التعليق الصوتي، ولو انت مثلا لقيت التعليق الصوتي اطول شويه من المشهد فممكن بكل بساطه تمدد المشهد بتاعك شويه. وعلشان تقدر تمدد هنا اي مشهد هتحدد على المشهد اللي انت عايز تمدده شويه، وبعد كده هتطلع فوق هنا عند السبيد، وبعد كده هتنزل تحت هنا وهتلاقي ان المشهد بتاعك بقى بالمنظر ده، وبعد كده تطلع فوق هنا عند الحته البيضاء اللي انت شايفها قدامك دي، وهتبدا انك انت تمددها بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتمددها بقى على حسب طول التعليق الصوتي الخاص بالمشهد ده. ولو انت عايز تصغرها هتعمل عكس، بدل ما تسحبها في الاتجاه اليمين هتسحبها في الاتجاه الشمال بالمنظر ده، فتقدر تصغر من هنا المشهد وبكده تقدر تكبره. لو انت عايز تضيف كابشنز على الفيديو بتاعك او الكلام اللي بيكون موجود اسفل الفيديو هنا، هتطلع فوق هنا عند التكست وهتضغط عليها، وبعد كده تضغط هنا على اوتو كابشنز وهتختار اللغه العربيه، وبعد كده تضغط هنا على جنريت او توليد، وهيبدا دلوقتي يعمل لك كابشنز للفيديو. وبالفعل عمل لي كابشنز على الفيديو، ولكن زي ما انت شايف بشكله صغير جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده. فممكن تكبر الكابشنز شويه من هنا بالشكل ده بحيث يعني يكون باين. ولو انت رحت على اليمين هنا هتلاقي ان في اعدادات كتيره للكابشنز، تقدر بقى تغير الاعدادات اللي انت عايزها او المناسبه ليك. ممكن مثلا من هنا تغير الفونت او الخط بتاع الكابشنز للخط ده مثلا، ومن الكالر هنا هتقدر تغير اللون اللي انت عايزه للكابشنز. زي ما انت شايف هتلاقي موجود عندك فيه الوان كتيره، ولكن طبعا انسب لون هو اللون الابيض. المهم يعني تقدر بقى من هنا تغير في الاعدادات زي ما انت عايز. لو انت يعني حابب تضيف موسيقى كرتونيه على الفيديو مثلا بتاعك بشكل مجاني وبدون حقوق طبع ونشر، تقدر تفتح اليوتيوب ستوديو عندك على القناه، وبعد كده تنزل تحت هنا وتضغط على مكتبه الملفات الصوتيه. زي ما انت شايف كده هتلاقي ان هنا في كميه موسيقى غير طبيعيه. تقدر بقى من هنا تختار الموسيقى اللي انت عايزها، والموسيقى دي كلها تبع اليوتيوب، يعني مش عليها اي حقوق طبع ونشر، وتقدر تستخدمها بشكل مجاني بالكامل. لو انت بتبحث عن موسيقى معينه تقدر تبحث من هنا من خلال البحث. انا مثلا عايز موسيقى تكون كرتونيه، فهكتب هنا مثلا كلمه كرتون، وبعد كده هضغط على انتر، وتقدر من هنا تجرب الموسيقى قبل ما تحملها. لو انت بالنسبه لك الموسيقى كويسه وعايز تحملها هتروح هنا وتضغط على تنزيل، وهتنزل عندك على الجهاز، وتقدر ترفعها عندك على كاب كات وتنزلها تحت التعليق الصوتي بالمنظر ده. خلينا مثلا نقص الجزئيه دي عشان احنا مش محتاجينها ونخليها على قد الفيديو بالظبط، وهنضغط عليها بالمنظر ده، وبعد كده نطلع فوق هنا عند الفوليوم وهنسحب الجزء الابيض ده ونوديه في اتجاه الشمال بالمنظر ده علشان نوطي صوت الموسيقى شويه، علشان الموسيقى ما تكونش عاليه. في مكان بعيد. اعتقد كده ان صوت الموسيقى مناسب. لو انا كده بالنسبه لي كل حاجه تمام، هتطلع فوق وتضغط على اكسبورت، وهتختار من هنا المنطقه اللي انت عايز تحفظ فيها الفيديو، وبعد كده تضغط هنا على سيلكت فولدر واعمل نفس الاعدادات اللي انا عاملها دي، وبعد كده هتضغط هنا على اكسبورت، والفيديو هيتحمل معاك في خلال ثواني بالمنظر ده. وتعالى بقى كده اوريك جزئيه من الفيديو بعد ما انا عدلت عليه شويه. في مكان بعيد حيث تشرق الشمس على أوراق خضراء، كانت هناك مدينة لا تشبه أي مدينة أخرى. كانت تلك هي مدينة الخضر، مدينة نابضة بالحياة، تعيش فيها الخضروات، تضحك وتحلم وتشعر. في قلب المدينة. وبس كده يا شباب، وصلنا حرفيا لاخر الفيديو. انا عارف انك انت ممكن تحس ان الطريقه صعبه شويه، ولكن صدقني هي سهله جدا. لما تجربها مره او مرتين او 3 هتلاقي نفسك اخدت عليها والموضوع بقى سهل جدا ومش بياخد منك دقايق. تقدر انت بقى حرفيا بالطريقه دي تصنع بيها عدد الفيديوهات اللي انت عايزها في اليوم، وبدل مثلا ما كنت بتعمل فيديو واحد بالعافيه هتقدر تنزل بال3 وال5 وال10 فيديوهات في اليوم، ايا كان بقى على قناتك على اليوتيوب او على الانستجرام او على التيك توك. واهم حاجه ان كل الكلام ده عملناه بشكل مجاني بالكامل من غير ما ندفع جنيه واحد. معلش بقى يا شباب لو الفيديو طول مني شويه، ولكن كان في حاجات مهمه جدا كان لازم اشرحها، لان انا بحب انك تبقى طالع من الفيديو وانت فاهم كل حاجه. وبس كده يا شباب، وصلنا اخر الفيديو. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلتش عليك باي معلومه، فاتمنى منك برضو ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل زر الاشعارات لو تكرمت طبعا علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. واتمنى منك فعلا انك تعمل مشاركه للفيديو ده، لان حرفيا الفيديوهات دي انا بتعب فيها كتير جدا، فريت تشارك الفيديو ده مع الناس اللي انت تعرفهم او حتى مع الناس اللي انت بتعرفهمش، وانا ابقى شاكر جدا ليك. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.